الليالي. البيان الختامي الصادر عن اجتماع فعاليات لقاء المجتمع المدني التونسي الجزائري الصحراوي المنعقد بالجزائر العاصمة في غرة ديسمبر 2013. اجتمع ممثلون عن المجتمع المدني التونسي الجزائري والصحراوي بتاريخ غرة ديسمبر 2013 بإقامة دار الرياض بالجزائر. وقد مكن هذا اللقاء الأخوي من تقييم شامل الأوضاع في منطقة المغرب العربي وخلصوا إلى الليل. حيا المشاركون في اللقاء ثورة 14 يناير 2011 المجيدة بتونس التي مكنت من الانطاحة بالديكتاتورية وإرساء توجه ديمقراطي من شأنه ضمان الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة لكل المواطنين. 2. استنكر المشاركون الأعمال الإرهابية التي تهدد منطقة المغرب العربي والتي يجب محاربتها بكل وسائل المشروعة لحماية المكتسبات الثقافية والحضارية والحفاظ على روح التسامح والسلم الاجتماعي. 3. ثمن المشاركون الدور الريادي للشباب والمرأة بتونس الذين يواصلون النضال بخط طريق عودة الظلم والطغيان وإرساء مجتمع ديمقراطي. عبر المشاركون عن الاستياء إلى الوضعية السائدة في الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في القارة الإفريقية رغم صدور العديد من القرارات الدولية من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خصوصا القرار عدد 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1960 والذي يعترف بالشعب الصحراوي بحقه المشروع في تقرير مصيري والذي لم يجسد رغم مرور أكثر من 21 سنة على وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية وعدم احترام الأمم المتحدة لالتزاماتها بتنظيم استفتاء تقرير المصير. سجل المشاركون بكل استياء عديد الانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية والموثقة في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والخارجية الأمريكية والبرلمان الأوروبي، وطالبوا بوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة مشددين على ضرورة توسيع صلاحيات بعض الأمم المتحدة المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة. استنكر المشاركون مواصلة استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية بدون وجه حق من طرف المملكة المغربية، وفي هذا الإطار يتوجهون بالنداء إلى اللجنة الأوروبية التي لم تلتزم بتوصيات البرلمان الأوروبي إلى الداعية إلى وقف كل سياق التبادل التجاري فيما يخص المنتجات المتأتية من الصحراء الغربية والامتناع عن توقيع اتفاقية الصيد البحري في المياه الإقليمية الصحراوية. سجل المشاركون الأوضاع الإنسانية الصعبة للمخيمات اللاجئين الصحراويين مطالبين الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بالإسراع بتطوير برامج الإغاثة وتكثيف المساعدات الفعالة والمتعددة. وإيمانا من المشاركين بعدالة القضية الصحراوية فهم يدعون إلى تعزيز حركة التضامن الدولية مع الشعب الصحراوي بخلق تنسيقية موسعة بين القارات الإفريقية والأوروبية والأمريكية والآسيوية يمثلون ندوة البوجا ويضمنون ندوة البوجا المنعقدة بنهاية أكتوبر 2013 للمجتمع المدني والنقابات الإفريقية والتي طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الإسراع بتنظيم استفتاء حول تقرير تماصيل في الصحراء الغربية تطبيقا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الصدد. ثمن المشاركون كذلك دور الجزائر الثابت في مكافحة الإرهاب على أراضيها وحدودها وتعاونها مع البلدان الشقيقة والمجاورة للقضاء عليه. واعتبر الحضور أن احترام الجزائر للاجئين الصحراويين هو امتداد وتجسيد لقيم وتقاليد الشعوب المغاربية على غرار احترام اللاجئين الجزائريين بتونس إبان ثورة نوفمبر المجيدة وامتزاج للدماء التونسية والجزائرية في أحداث سقيط سيدي يوسف إبان الحقبة الاستعمارية. يرى المشاركون أن الجمود الحاصل للقضية الصحراوية لا يخدم مصلحة شعوب المنطقة ولا طموحاتها في بناء مغرب عربي موحد. عبر المشاركون عن ابتهاجهم لمبادرة وفد المجتمع المدني التونسي بإعلانه عن برنامج عمل يتضمن القيام بعدة أنشطة تهدف إلى الإعلام والتحسيس وتعبئة الرأي العام حول عدالة القضية الصحراوية، ومنها قافلة طبية متنقلة من تنظيم جمعية نسيبة الخيرية ستتوجه إلى مخيمات اللاجئين من 24 إلى 27 ديسمبر
القطار وتتخللها أنشطة ثقافية رياضية واجتماعية، وتعتزم الجمعية الإفريقية لمناهضة التهديد عقد لقاء بتونس بالتعريض بعادات القضية الصحراوية. وفي حي نشاركون في اجتماع الجزائر المقاومة السلمية للشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة في الصحراء الغربية. وفي الأخير سجل الروح الأخوية التي سادت اللقاء بالجزائر، والتي كان هدفها المساهمة في تسهيل سبل إقامة مغرب عربي كبير يسوده السلام والأمن والاستقرار والازدهار المشترك لكل شعوب المنطقة.